تعالوا نعمل رف سهل قوي مش هتفرقوه عن الحقيقي. اول حاجه لزقت 3 كراتين في بعض عشان يبقى الرف سميك شويه ويبقى اقرب حاجه للخشب. بعد كده اخدت خط بعد 2 سم من جميع الجهات وبدات اعمل فتحات بالمفك عند النقط اللي متقابل فيها الخطوط. بعد كده استخدمت ستيكر شكل الخشب ده، كنت قصاب مقاس اكبر شويه من الكرتونه عشان اعرف اغلفها من الجوانب. نلزق الكرتونه في النص كده وباي كارت او مسطره، نبدا نفرغ الهواء بالشكل ده من جوه لبره. بعد كده نقص الزوايا كلها بالشكل ده. بعد كده تنيت كل زياده لجوه كده، ناقص اغلف الجزء اللي في النص ده. قصيت حته على قده بالظبط وبدات الزقها واحده واحده كده وانا بفرغ برده الهواء بالكارت. وبعدين فتحت نفس الاماكن تاني واستخدمت حبل خيش دخلته في الفتحات دي، وفي الاخر ربطت الاطراف كلها مع بعض. كملت تزيين بفرع ورق الشجر ده، لفيته على الحبل، كمان لفيت عليه فرع نور صغير اداله شكل حلو قوي وحقيقي طلع تحفه، ما بياخدش وقت ولا مكلف. نحط عليه بقى اي فازه صغيره كده او اي ديكور خفيف هيبقى شكله حلو قوي. اسهل ديكور ممكن تعملوه بتكاليف بسيطه. محتاجين كرتون نستخدم معاه اي لزق، طبعت الديزاين اللي انا عايزاه على ورقه A4 ولزقتها على الكرتون، وده ورق استنسل نحطه على الورقه كده من غير لزق ونثبته بمشابك الورق لحد ما نخلص. واخدت علامات بعد 1 سنتي من جميع الجهات، واستخدمت لزق الشكرتون بتاع الكهرباء ده ونلزقه على الحرف كده نص من جوه ونص من بره، ونتني الزياده دي على ظهر الكرتونه لحد ما نغطي الجوانب كلها باللزق. وبس كده هتبقوا عملتوا احلى واسهل برواز وحرفيا ببلاش، بالنسبه طبعا للاسعار اللي بيتباعوا بيها. كمان عملت منه الشكل ده، طلعوا تحفه. بصوا اللمعه اللي فيهم. احلى طريقه تعملوا بيها الهولوجرام، هنحتاج الكراتين دي مقاسات مكتوبه، ونقص مربعين دول بالشكل ده، ونلزق الزاويه دي اللي هي نص مربع اللي قصيناه هنا كده، والزاويه التانية قصادها. هنحتاج اي علبه بلاستيك ناخد منها اكتر جزء متساوي، ونحط شمع على الجوانب دي ونلزق عليها البلاستيك اللي قصيناه، وبعدين لزقت النص التاني بتاع كل مربع كده. الفكره بقت جاهزه. نفتح بقى اليوتيوب ونعمل سيرش على هولوجرام فيديوز، تظهر لكم فيديوهات كتير قوي بالشكل ده كده. نكبر الفيديو ونحط بقى التليفون هنا. اهم حاجه بقى عشان تشوفوا الابداع لازم نهدي الاضاءه او نطفيها خالص. هيظهر لكم كل الفيديوهات اللي هتفتحوها هنا على البلاستيك، هتبقى 3D كده بجد تحفه، هتنبهروا. اخترت لكم حاجات مختلفه كده عشان تشوفوا الفكره دي حلوه قوي. هنحتاج كرتونه، نشد خط بالقطر في نص الكرتونه كده بس ما نضغطش قوي عشان ما نفصلهاش عن بعض. نتنيها على بعض بالشكل ده ونرسم عليها الشكل ده. خد بالكم المقاسات على الكرتونه. بعد كده نقص كل الزياده دي، وبس كده عملنا اسهل واحلى حامل تليفون من غير اي تكلفه. فكرة حلوة قوي من الكرتون. هنحتاج كرتونة مربعة، واستخدمت الغيرة ولزقت عليها شرايط من الكرتون عرضها 3 سنتي، نحاول نسيب بينهم مسافات متساوية. بعد كده قلبت الكرتونة وقصيت كل الزيادة كده، الجزء ده بقى جاهز. وهنحتاج كرتونة كمان نغطي الحرف ده بلزق ورق، ومن الناحية التانية حطيت غيرة ولزقتها هنا كده زي الرف. كمان هنحتاج مناديل، لزقت المناديل دي بغيره مخفف بالميه، وبعد ما كل حاجه نشفت دهنتها كده بلون بني فاتح، واستنيت لما نشف تماما، وبعدين لونته بلون بني غامق. وقبل ما اللون ينشف بقى نمسحه باي حاجه خشنه زي سلك المواعين او فرشه. كان المفروض اللون اللي تحت يبقى افتح من كده شويه عشان يبان، وده كده شكله بعد ما نشف. طلع تحفه، ممكن نحط عليه اي ديكور صغير كده. كمان بيتعلق بدبل فيس يعني مش هنبوظ الحيطه.